عبيله واديله. عارف انت يعني ايه عبيله واديله؟ هو ده ملخص مباراة الاهلي النهارده، هو وسموحة. ماتش العبيله واديله. ولولا ستر ربنا، وانا عايز اعرف بس هو الشناوي امه داعياله بايه؟ يعني ما هو مش طبيعي ان الكورتين اللي جم في العارضه دول، فهو اكيد امه داعياله بحاجه. يعني هو كان هيتعمل عليه حفله، ما بعدها حفله العب من الحفلتين اللي اتعملوا عليه قبل كده. حفلات، هو كل ماتش بيتعمل عليه حفله. اتعمل عليه حفلات العب منهم. فانا عايز اعرف بس امه داعياله بايه، او ممكن اخلي امه تدعي لي، يعني مش عارف. ماتش غريب، مريب، عجيب، والاداء كان زباله. يعني احنا الاداء كان زباله. يعني اللعيبه اصلا التشكيل، يعني مش عارف. هو التشكيل حلو، يعني هو التشكيل حلو، بس هو ما حدش من اللعيبه عارف حد. يعني تحس ان اللعيبه، أنا مش قادر اوصفها كوره. انا بحاول ان انا اجمع الشكل، افتكر الشكل كان عامل ازاي. 3-4-3. بنلعب بمين؟ بنلعب بياسر ابراهيم ورامي ربيعه واشرف داري. قدامهم بنلعب بيحيى عطية الله، خط وسط شمال. وبنلعب بأكرم توفيق خط وسط يمين. وبنلعب بإمام عاشور. وبنلعب واو، وبنلعب بقفشة، اللي هو بقى الراجل يعني ايه، عايز بقى يدي الزيادة بقى لا، انا هلعب لعب هجومي جامد بقى. وقدام حاطط وسام ابو علي وحسين الشحات. وكان في مين على اليمين؟ لا، هو كان بيلعب مروان عطية وقفشة في خط الوسط. وكان بيلعب تقريبا بإمام عاشور جناح يمين، او بقفشة جناح يمين. انا مش عارف أو يعني. ووسام ابو علي، على اساس بقى ان هو يعمل الاداء الهجومي. قفشه، ارحمنا. ارحمنا يا عم، ركز في الكوره بقى. كميه الانفرادات اللي ضيعتها، وكميه الفرص السهله السلسه اللي الكره تتبص على الارض. خلاص، روح يا وسام جيب جون، روح يا حسين جيب جون. ليه التفكيرين؟ الماتش حرفيا يعني ربنا النهارده كافئ امام عاشور. امام عاشور عشان هو الوحيد اللي كنت تحس ان هو ليه شكل وليه تواجد وليه معنى في الملعب. فربنا كافئه، بس برضه في ميس باص غريب. وبيحاول يباصي لوسام، يعني هو تقريبا اتقرص ودانه او اتفرج على الفيديوهات بتاعتنا اللي هو ايه، كهربا قايل لك ما تباصيش لوسام، فهو بدأ يفهم ان هو لا، بقى بيباصي لوسام وربنا هداه. بس في دربكه، في انعدام سلكان غريب ومريب. واكبر دليل على انعدام السلكان ده، وان في حاجه غلط، والله العظيم في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه. ان الاتنين المغاربه اتصابوا. يعني لو قلنا مثلا ان دول اللي بيعملوا سحر عشان خاطر الاهلي يكسب، فالسحر انقلب على يعني ايه يا جدعان؟ يحيى عطية الله، وبعديها اشرف داري. عايز يعني في وسط هذا الكم من السلبيات، ومن الماتش اللي يقرف والاداء اللي يقرف ومسلسل اهدار الفرص والدفاع اللي ملخبط والتشكيل القرف والخطه القرف وكل اللي حاصل ده، كريم الدبيس يا جماعه كويس. كريم الدبيس كويس، لعبوه وادوا له وقت. الاهلي محتاجه. الاهلي مش هينفع يعتمد على يحيى عطية الله لوحده. وعلي معلول لغايه دلوقتي كولر مش عايز يحطه في التشكيله، وقصه ومش عارفين هيقعد ولا هيمشي، وكولر هيقعد ولا هيمشي. فكريم الدبيس ياخد بقى، ياخد شويه بقى. تمام. يوسف ايمن حطيته في القايمه، ما نزلتوش ليه؟ يلا، المهم مبروك الفوز للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. ونتمنى يعني ان القادم يكون افضل، ونشوف حاجه بقى عدله في ملف صفقات عادل، عشان الشكل الخرا والعك اللي احنا شفناه النهارده ده ما نشوفوش مره تانية. انا اكرم مفتاح. ما تنسوش الصلاه على افضل واشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد، عليه افضل الصلاه والتسليم. وطبعا ما تنسوش تعملوا شير ولايك وكومنت وسبسكرايب. وقولوا لي كده في الكومنتات رأيكم ايه في اداء النادي الاهلي، ورأيكم ايه في التشكيلة وفي الخطة دي. اشوفكم على خير. السلام عليكم.